لو بتجيب قهوتك من ستاربكس او بتحب القهوه عموما، هقول لك على مفاجاه جديده هتقدمها ستاربكس الفتره اللي جايه، طقوس جديده في شرب القهوه. هوارد شالتز المدير التنفيذي لشركه ستاربكس، ده الراجل الكبير بتاعهم. الراجل ده قرر انه ينهي حياته المهنيه في ستاربكس انه يقدم قهوه بنوع جديد ومختلف، وانا متاكده اللي هيعمله ده هيعمل طفره في مسار شركه ستاربكس الفتره اللي جايه. لو اكسايتد تعرف ايه نوع القهوه الجديد اللي هيقدمه وجاب فكرته منين اصلا او استوحى فكرته منين، اتفرج على الفيديو للاخر. نوع القهوه الجديد اللي هيقدمه اسمه اولياتو كوفي. هقول لك كل حاجه عن الاولياتو كوفي، بس خلينا نعرف اصلا الحكايه بدات منين. الراجل ده الحقيقه عنده طريقه غريبه جدا، لما بيفكر يدخل منتج جديد لستاربكس بيروح على ايطاليا. اول مره زار فيها ايطاليا سنه 1983، انبهر جدا بالاسبريسو اللي بيعملوه في ايطاليا. من هنا دخل الاسبريسو لستاربكس وانتشر طبعا في كل الفروع في العالم. الراجل ده صاحب فضل علينا كبير يا جماعه. للمره الثانيه ايطاليا هي سبب الالهام في انه يفكر في المنتج الجديد اللي هيقدمه في ستاربكس. زارها السنه اللي فاتت تحديدا مدينه سيسيلي اللي هي صقليه، ودي موجوده في جنوب ايطاليا، وبالذات في مدينه اسمها كارتانا. المدينه دي مشهوره جدا ببساتين الزيتون، وطبعا لاحظ هناك ان اهل البلد اساسي عندهم ان هم بياخدوا معلقه زيت زيتون على الريق، فعمل زيهم وكان يوميا الصبح بياخد معلقه زيت الزيتون على الريق مع كوبايه القهوه بتاعته. وفي يوم استطعم جدا طعم زيت الزيتون مع القهوه، قال طب انا ليه ما احطش زيت الزيتون على القهوه، وفعلا حط زيت الزيتون على القهوه وكانت المفاجاه. ومن هنا جه اختراع الاولياتو كوفي. كوفي ميتس اوليف اويل، يعني زيت زيتون على القهوه. This is Starbucks' newest drink, the Oleato. A coffee with a spoonful of cold-pressed extra virgin olive oil. It has a little too much oil for my taste, but I like it because the milk and the oil can both be tasted distinctly. But it's good, because I always like to taste something new. Standard espresso or cappuccino, and will set you back between $5 and $7. انا طبعا عارفه ان الموضوع غريب جدا، وفي ناس ممكن تحبه وناس لا وناس تستغربه، زي اي حاجه، كل حاجه في الاول دايما بتبقى غريبه علينا بعد كده بنتعود عليها. بما ان اذواقنا مختلفه في القهوه، يعني في اللي بيحبها سخن، بيحبه ساقع، بيحب اللاتيه، بيحب الاسبريسو تقيل شويه، فهو قدم 6 انواع من الاولياتو. اول ما اقول كلمه اولياتو يعني زيت زيتون في القهوه. اول نوع فيهم اولياتو كافيه لاتيه، وده اسهل واحد فيهم. تاني حاجه اولياتو جولدن فوم كولد برو، اولياتو ايس شيكن اسبريسو، اولياتو دي كونستراكتد ده عليه ليمون، واولياتو ايس كورتادو وده بيبقى عليه برتقال. اخر نوع بقى هو اولياتو جولدن فوم اسبريسو مارتيني، وده ملناش دعوه بيه لان فيه فودكا، يعني منكر، ملناش دعوه بيه خالص. اتوقع ان مش كل الانواع هينزلها في كل الدول، احنا ما كناش ناقصين اي صعوبه من انواع القهوه اللي بتتقدم في ستاربكس، اكتبوهم يعني. نيجي بقى لللونش ايفنت. بصراحه اللونش بالنسبه لي كانت فكره عبقريه جدا، بما ان الموضوع كان منشأه ايطاليا، فتشارلز استغل الفاشن ويك اللي بيتعمل في ميلان، عمل كولابوريشن يعني تعاون ما بين الغرفه الوطنيه للازياء الايطاليه وستاربكس. اتعرض فيلم ازياء في ميلان، وكانت الاجواء في بار وكذا محمصه قهوه وراهم، وكل الناس اللي حضرت الايفنت قدم لهم الاوليات برودكتس. طبعا الخبر اتنشر في كل القنوات الاخباريه زي CNN والABC نيوز. طبعا بما ان ايطاليا هي كانت منشأ الفكره اصلا، هي اوريدي فروع ستاربكس في ايطاليا نزل فيها الاوليات كوفي والناس ابتدت تجربها. اما بالنسبه للميعاد المفروض هينزل فيه البرودكت ده في بقيه فروع ستاربكس، فهم قالوا طبعا ان ايطاليا خلاص هو اوريدي نزل الاسبوع ده. المفروض ان كاليفورنيا هي ثاني مكان هينزل فيه الاوليات برودكتس، وبعدها اليابان، وبعدها الشرق الاوسط، واخر حاجه خالص بريطانيا. السؤال هنا هو ايه اللي خلى تشارلز يفكر في الانوفيشن ده او الاختراع ده؟ وايه اللي خلى شركه كبيره زي ستاربكس المفروض ان هي اكبر شركه قهوه في العالم من حيث الارباح انها تفكر يعني انها تغير من شكل القهوه بتاعها، او ان هي تضيف منتج تاني على المنتجات الكتيره اللي موجوده عندها؟ جاوب على الكلام ده من منظور تسويقي. اي براند يا جماعه بيحتاج من فتره للتانيه ان هو يعمل اناليسيز، يعني بيعمل تحليل للبراند بتاعه، يعني ايه مناطق القوه بتاعته وايه مناطق الضعف، ومحتاج يطور نفسه ازاي.
المفروض ان هي حجم البيزنس بتاع ستاربكس في سوق القهوه بيمثل من 37 ل 40% من سوق القهوه عالميا. طيب نيجي بقى، هي ليه اصلا فكرت في ده؟ لان من اهم الثريتس او من اهم المخاطر او المخاوف اللي كانت ستاربكس قلقانه منها السنه اللي فاتت هي حاجتين. اول حاجه اجريسيف كومبيتيشن، يعني حجم المنافسه شديده جدا وشرسه جدا في المجال ده. حتى لو ستاربكس هي اللي متربعه على عرش شركات القهوه، لكن عندها منافسين كتير زي ماكدونالدز وكوستا ودانكن دونتس، وعلى الرغم من ان الشركات دي ما قدرتش توصل لحجم مبيعات شركه ستاربكس، الا ان تقريبا كل فرع ستاربكس دايما بنلاقي واحد من الشركات دي موجود جنبه او قصاده وبيقدم كواليتي كويسه جدا من القهوه باسعار اقل. تاني حاجه ان الكاستمر بتاع ستاربكس اللي هو الناس اللي اوريدي بتشرب قهوه من ستاربكس ابتدت تتوجه للهيلثي لايف ستايل، يعني حياه صحيه، وابتدوا يشوفوا ان القهوه او الكافيين ممكن يكون ليه بعض الاضرار. عشان كده بدات تفكر في بديل صحي او حاجه صحيه تبقى متواجده تحافظ على العملاء بتوعها ان هم يشربوا قهوه بطريقه صحيه. وده هياخدنا لسؤال مهم جدا، هل زيت الزيتون على القهوه هو فعلا صحي؟ اجابه زيت الزيتون على القهوه صحي، وبكده يبقى ستاربكس حل المشكلتين اللي عنده. اول حاجه هو قدر يتغلب على المنافسه الشديده اللي ما بينه وما بين الشركات الثانيه المنافسه. هو بيقدم حاجه جديده ومميزه مختلفه مش موجوده عند اي حد تاني، ده هيبقى عامل هيجذب الناس حتى هي مش بتشرب من ستاربكس. اما المشكله الثانيه ان الناس بقت صحيه اكتر وبقت بتهتم بفكره الهيلثي لايف ستايل، فبرضه زيت الزيتون على القهوه هيخدمهم، لان زيت الزيتون على القهوه ليه قيمه غذائيه عاليه، وده هنتكلم عنه في فيديو لوحده. طبعا شابو تشاوتس، بالنسبه لي فكره جديده جدا وفكره مختلفه، انا عن نفسي اكسايتد جدا ان انا اجرب حاجه زي دي. هل انت مستعد تجرب زيت الزيتون على القهوه؟ اكتبوا لي في الكومنتس تحت رايكم ايه في الموضوع، ولو حابين تعرفوا اخبار جديده عن القهوه او حاجات غريبه اعملوا سبسكرايب للقناه. باي باي.